السلام عليكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. لو مجموعك بين ال60 وال50 تختار كليه ايه؟ يلا مع بعض نبدا الحلقه. طيب المجاميع دي كلها يا جماعه ما شاء الله مجاميع كويسه، صدقني. العبره في الكليه ونهايه الكليه. كلنا يعني اغلب الناس كتير جدا جدا خلصوا من كليات قمه وللاسف ما اشتغلوش الكليات اللي هم مفكرين انها تجيب مجموع وفلوس والكلام ده كله. صدقوني يا جماعه في الزمن ده، في الوقت الاقتصادي اللي مصر بتمر بيه او دول العالم كلها بتمر بيه، مش محتاجه منك ذكاء قد ما محتاجه منك خبره، محتاجه منك تكنيك في الكليه اللي انت تخشها دي، محتاجه منك هتقدر بعد الكليه دي تشتغل ازاي وتجيب فرصه عمل ازاي. فلو انت مجموعك بين ال50 وال60 ما تزعلش، هقول لك النهارده على افضل المعاهد اللي تخليك ان شاء الله تلاقي فرصه عمل بسهوله جدا جدا. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن افضل المعاهد اللي من المجموع ده تقدر تخليك تشتغل بجد. يلا مع بعض نبدا بقى الحلقه ونركز مع بعض في المعاهد دي كلها كويس جدا جدا لانها كلها معاهد مهمه جدا. طيب اول معهد معانا وهي معاهد اللغات بشكل عام. معاهد اللغات دي كلها مهمه جدا جدا. هتقول لي انا ليه؟ هقول لك ان اغلب الفنادق حاليا بدات تتطور جدا في السياحه، والسياحه بدات تجيب فنادق بشكل كبير جدا، تجيب فنادق من هنا وهنا وهنا، فبالتالي بتتطلب من كل واحد ان لازم يكون معاه واحد معاه خبره في اللغات. فبتشتغل ايه؟ بتشتغل مترجم في الفنادق دي كلها. حاليا هم كل الفنادق حاليا عماله تطلب من اللغات وترجمه. طب بيجيبوها منين بقى اللغات والترجمه دي؟ بيجيبوها من معاهد اللغات كلها. فمعهد اللغات والترجمه معهد مهم جدا جدا، له سوق عمل سواء هنا في مصر او بره مصر، وكمان له سوق، وكمان له في السفاره ايا كانت السفاره اللي تخشها، السفاره الانجليزيه، السفاره الروسيه، السفاره البريطانيه. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا وبتقدر تشتغل بسهوله في الحاجات دي كلها. فمعاهد اللغات دي ارشحها لك بقوه بشكل كبير. تاني معهد معانا هو معهد فن صحي. معهد فن صحي معهد سنه، بتاخد اول سنه نظري وبعد كده بتتعمق في الماده وبتبدا تاخدها عملي، وبعد بسنه كده بتشتغل على طول في المستشفيات على طول. هم اصلا بيعينوك ويا حظك ويا هناك بقى لو انت حبيت تشتغل بره ودخلت مستشفيات خاصه، مرتباتها بتبقى عاليه وبتبقى مهمه. وكمان لو اشتغلت بره كمان في مستشفيات بره في السعوديه او الخليج فمرتباتها يا معلم ما اقولكش. ثالث معهد معانا هو معهد فن تمريض. معهد فن تمريض ما بيختلفش عن كليه التمريض بشكل عادي، يعني انت ممكن تخلص السنتين بعدها بتاخد سنه مس، وبعدها بتاخد سنه في جامعه المنصوره او ايا كانت الجامعه اللي انت فيها ايه، وبعد كده بتاخد بكالوريوس تمريض عادي جدا زي كليه التمريض بالظبط. فكليه التمريض مهمه ومطلوبه بشكل ملحوظ. حاليا ما فيش حد بيستغنى عن كليه التمريض اصلا. يعتبر كليه التمريض والله العظيم يا جماعه والله اعرف ناس بتشتغل بره في السعوديه وفي قطر بيقبضوا مبالغ ما اقولكوش، والله مبالغ كبيره جدا جدا، وكانوا في معهد تمريض عادي. فانت الفكره هتعمل ايه بعد ما تخش الكليه؟ هتطور من نفسك ازاي بعد ما تخش الكليه؟ فمهم جدا جدا. كده معهد تربيه نوعيه. هتقول لي تربيه نوعيه؟ اقول لك معهد تربيه نوعيه حاليا جميع المدارس الانترناشونال بتاخد المعاهد دي، بشغاله اخصائيين في الموسيقى، في اللغات، في حاجات كتيره جدا مطلوبه بشكل كبير جدا. فمعهد تربيه نوعيه معهد مهم ومطلوب بشكل كبير جدا في سوق العمل سواء مصر او بره مصر. طيب بعد كده معهد خدمه اجتماعيه. معهد خدمه اجتماعيه برضو مطلوب بشكل كبير، ومش هقول جدا المره دي لان معهد خدمه اجتماعيه مفيش اي مدرسه بتخلع عن المعهد ده. مفيش اي مدرسه ما فيهاش التخصص ده، بيبقوا عايزين ناس للمدارس. مفيش اي مستشفى ما يبقاش عايزين اخصائيين اجتماعيين في المستشفى. كل المصالح الحكوميه في مصر لازم بيكون فيها من الناس اللي واخدين خدمه اجتماعيه. وانت اجتهدت في المعهد ده ورتبت على الدفعه على طول بتشتغل معيد، وممكن بعدها تحضر الدكتوراه. فمهم بشكل كبير جدا معهد خدمه اجتماعيه. دي كل المعاهد اللي انا اتكلمت عنها معاهد مطلوبه جدا. طيب بعد كده اخر معهد معانا هو معهد مساحه. تشتغل معهد مساحه على طول بعد ما تخلص. معهد مساحه معهد مطلوب ومعهد مهم، وبتشتغل مساح سواء هنا في مصر او بره مصر، وبرضك مطلوب في سوق العمل. المعاهد دي كلها يا جماعه معاهد مهمه جدا جدا، ولو انت دخلت معهد من المعاهد دي فصدقني ربنا يفتح عليك بشكل ملحوظ، وباذن الله ربنا يوفقك بجد. السعي والاجتهاد، على قد ما تجتهد وتسعى على قد ما ربنا هيوفقك وتقدر تتجدعن ان شاء الله. هتلاقي فرص عمل بشكل ملحوظ ان شاء الله. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.